السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة محمد تي في 1. لكم مقطع جديد وفيديو جديد. قبل ما نبدأ المقطع ايش جالسين ننطرون؟ بعدين ثلاثة نبغى لايكات فجر أم الدنيا، ونبغى اشتراكات برضو، أهم شيء اشتراكات. يلا بنوقف المقطع. 1 2 3. اشتركت؟ لا مو علي. اشترك يلا بس اشوفك. اشتركت؟ بيض الله وجهك. هذه بوزة. ها بس اسمع، انزل برضو حط لايك. ايوه بس مو بس اشترك، لا حط لايك. حطيت؟ هذه بوزة ثانية لبع عنك. الزبدة زي ما شفتوا المقطع اللي قبل هذا، قلت لكم انه احدث القناة يعني شفت حلقات يوتيوبر يعني عشان المجالات زي كذا. والله ما اخليكم يعني باذن الله انكم تدعموني، باذن الله القناة تطلع لفوق، بس والله ما اخليكم باذن الله تعالى. طيب المقطع هذا او القصة هذا راح تكون على جزئين. جزء راح انزله اول، يعني راح يكون جزء اول جزء ثاني. انا طويله جدا يعني يبغى يمكن 45 دقيقه لو بحطها في مقطع واحد. 45 دقيقه مشوار 45 دقيقه وين؟ من هذا اللي فاضي بيك ينتظر قصه تمام ما ادري وش وضعها 45 دقيقه. خلينا نقسمها على جزئين ونريحهم الدنيا. نبدا على بركه الله. طولناها في البدايه وسواليف وهذا الزايد. خلينا نخش في القصه على طول. القصه يا طويل العمر والسلامه تبدأ بتاريخ 19 شهر 6 2025. جالسين أنا وأربع أشخاص اللي موجودين في القصة. طبعا ما حذكر أسمائهم الحقيقية، كل شخص راح أعطيه اسم مستعار عشان بس تركزون معي في القصة. أنا محمد، هذا اسمي الحقيقي ما يحتاج. الشخصية الثالثة أو الشخصية الثلاثة راح نعطيه مثلا اسم، مثلا الشخصية الثانية تكون خالد، الشخصية الثانية عيسى، الشخصية الثالثة إبراهيم. جالس أحد المقاهي أنا محمد وعيسى وإبراهيم. شكلنا الشخصية الثالثة فيني زهايمر. اتوقع قلنا خالد صح؟ المهم جالسين على بركة الله مكسرين يعني متعودين من الشيطان وكذا متقهوى. الزبدة جتنا فكرة ما ادري ايش تبغى، فكرة مجنون ما ادري ايش تبغى. ايش رايكم نروح نسافر؟ وين يا محمد؟ إلى مدينة ما قرب مدينتنا، تبعد عنها تقريبا 170 كيلو. اتفقنا في المقهى انه نروح الساعة الفلانية بكرة كذا كذا كذا. تمام، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل واحد راح البيت. من بكرة الساعة 4 الفجر، أول ما قال أذان الفجر الله أكبر الله أكبر، أخوكم في الله قام من النوم. إي نعم، قمت من النوم، توضيت، صليت الفجر، طين دقيت على واحد اللي هو خلينا نقول اسمه عيسى. ألو عيسى؟ قال لي ها نعم. قلت جاي كلام تجهز. اللي كان أحد الخطط إني بمر هو ونروح عند النقطة الأساسية اللي بنجتمع فيها إحنا مع الشباب الثاني. يلا الحين جاهز، الحين بصلي وانزل لك. قلت هلا صليت أنا، أنت باقي ما صليت؟ قلت يلا صلي وانزل. طق قفلت منه، شغلت الدباب الساعة 4 الفجر. رحت عنده. طبعا ما أحكي لكم كم لطعني، يعني هذا النظام الشعب العربي لازم يلطعك. إذا ما لطعك تحت ما يعتبر انه الشخص هذا عربي. فطبعا يمكن نص ساعة ربع ساعة ساعة كل شوي يوصل علي ما يرد. اخر رنة قلت والله اذا ما رديت اني ارد. دقيت رد علي. طيب وينك؟ انا عند الباب نازل. اخذته ورحنا للنقطة الاجتماعية الاساسية. رحنا طول العمر والسلامة. لقيت الاشخاص الثاني اللي قلنا ابراهيم وخالد. انا عيسى جبتها معي. رحنا عند النقطة الأساسية اللي فيها خالد وابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله صلاة الفجر. يعني هذا عيسى الشخصية الثالثة قال طيب في شخص بيروح معانا. قلت منو؟ قال نروح الحين بيته هنا قريب ناخذه من مرة ونروح. طبعا ما عاد دبابة. قلت تمام. كان عليه المرة الأولى ما رد. يا مسلم ما هو وقتك. المرة الثانية ما رد. الثالثة ما رد. الرابع رد. جايكم 5 دقايق هم بلط عندنا. مسكنا خط. طبعا قبل ما نمسك او قبل ما نقطع مال الخط في اي دولة كانت او في اي مكان لما تمسك خط تجيك اول محطة على اليمين او تجيك محطة، يعني اول محطة في بداية الخط. رحنا دخلنا اول محطة، عبينا بنزين، اللي بيعبي بنزين، اللي بيشيك على الكفرات، اللي بيروح البقالة، اللي كلا والى اين راح واين سرى. حطيت في التايمر قلت لهم 5 دقايق انتم هنا، انتم تفرجتوا كل واحد وين سار. 5 دقايق انتم عندي مبلطين زي الالف. تمام.
طق 5 دقايق كلهم باوطين. أنا من المحطة الخط. اتفقنا انه ما راح نوقف الا بعد ما نقطع 50 كيلو، يعني اول ما نوصل الى اول مدينة او خلينا نقول قرية نوقف، نخلي الدبات ترتاح ونفطر ونريح شوي ونمسك خط. مشينا اول 10 كيلو، اول 15 كيلو، اول 20 كيلو، اول 25 كيلو، اول 30، اول 35. نعم اول 35 كيلو يا اخوان ركزوا معي. طبعا الطريق اللي احنا ماشيين فيه طول الوقت سيد واحد. شلون محمد سيد واحد؟ يعني ما في سيدين، يعني ما في سيد يوديك وهناك السيد الثاني يرجعك، لا سيد واحد رايح جاي، او خط واحد يوديك ويجيبك، خط صغير ضيق طف ماشيين. وانا اخوكم في الله ماشيين الى تسلب يمرون جنب الدباب. هوشت له يوم هوشت، طبعا هو جاي كذا، يوم هوشت راح الجهه الثانيه. الجهه الثانيه انا ما انتبهت انه في سياره جايه مقبله، طاح. طبعا الكل ما صار شيء، يهوي. طلعت الخوي راكب وراي، قلت يا فلان الله يستر، قسما بآيات الله هذا الكلمة اللي قلتها، يا فلان الله يستر. عدينا أول 5 كيلو، كملنا 40 كيلو، أول 45 كيلو يعني باقي وجدنا 5 كيلو، وجدنا الأولى يعني 5 كيلو، أول 45 كيلو الفاجعة الطامة اللي قلبت مسار الرحلة كاملة. حادث أليم فظيع، لكن بإذن الله مع الوقت يكون في تحسن بإذن الله تعالى. وبس والله هنا وصلنا للمقطع. هذا كان الجزء الأول. الجزء الثاني راح تشوفونه متى وين قناتنا هذه.